فإذا أردت أن تعرف أين مقامك عند الله عند آية فانظر أين حالك عند آياته. إذا أردت أن تعرف أين مقامك عند الله فانظر أين حالك عند آياته. فإذا كانت آيات الله التي يجريها في الكون لا تزيدك إلا عبثا ولهوا وطغيانا وفسادا فأنت بعيد عن الله. وإن كانت آيات الله التي تراها في نفسك أو في الكون أو تسمع بها أو تشاهدها أو تقرأ عنها لا تزيدك إلا خوفا وفرقا ووجلا من رب العزة والجلال فإنك على حظ عظيم من الدنو من الله. هذا الرسول الخاتم الذي جعله الله جل وعلا أمنة لأمته إذا رأى تكاثر الغيم أخذ صلى الله عليه وسلم يغدو ويروح خوفا من أن يكون عذابا وسخطا، ولا تتغير أسارير وجهه حتى يكشف عنه ويقول يا عائشة وما يدريني أنه عذاب، مع أن الله جل وعلا يقول له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلوات الله وسلامه عليه. والغاية من هذا أيها المؤمنون أن يعلم العبد أن القلوب أصلا أوعية ولا تنشغل إلا بما ملئت به، فقلوب ملئت بحب النساء، وقلوب ملئت بحب الغناء، وقلوب ملئت بحب الغلمان، وقلوب ملئت بحب الأسفار، وقلوب ملئت بحب الريال والدولار، وقلوب ملئت بغير ذلك، وقلوب مؤمنة صادقة ملئت بحب الله جل وعلا. كل ما تراه يذكرها بربها جل وعلا فتحبه وتجله وترجوه وتخافه سبحانه وبحمده. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، حب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك أن نعدل بحبك أحدا كائنا من كان. والمقصود والغاية أن العبد إذا أحب الله يفقه كلام الرب جل وعلا، فإذا قال الله وما نرسل في الآيات إلا تخويفا، وإذا قال الله وما نخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، جعله حبه لله يلجأ إلى الله ويخافه ويخشاه ويرجوه ويبتعد عن معاصيه ويستغفر الله دائما وأبدا، لأنه لن يخلو أحد من معاصي ولن يسلم أحد من ذنوب، وإلا لما شرع الرب تبارك وتعالى أن يستغفره عباده ويخافوه.